الله يسعد لي اياكم. طبعا هذا الشخص عنده صفحه تيك توك اسمه اسكندر، عامل دامج مقطع فيه اللي احنا عم نقول فيه انه السيارات المستعمله اللي ما عم تدخل على سوريا من تاريخ ايقاف السيارات. هلا مصور لي فيديو ببناء طرطوس او بالسوق المشتركه الاردنيه السوريه، وقايل شوف هاي السيارات عم تدخل، اتحدى اذا داخله سياره من هاي السيارات. الشغله الثانيه كمان بتحدى يجيب لي سياره داخله من تاريخ ايقاف استيراد السيارات. طبعا بيان الجمرك بيكتبوا امتى دخول السياره، تكون موديل 2025، عم بعطيه موديل حديث ماشي 4000 او 5000 كيلو، ويقول لي هاي السياره دخلت، لحتى اللي احنا نعرف شلون نوصل صوتنا للمسؤولين، نعرف شلون بدنا نحكي بهذا الموضوع. فما كل واحد والله يطلع يتفزلك وبده يطلع على كتافنا. اذا في عنده سياره داخله على سوريا موديل 24 25 ماشي 5000، انا اتحدى. بس هاي السيارات بيجيبوها احسن ما يفكوها قطع بكوريا، بوقفوها بالميناء بفرطوها وبدخلوها قطع سيارات على سوريا. حتى معبر نصيب نفس العمليه، حتى السوق المشتركه الاردنيه السوريه نفس العمليه، معبر باب الهواء نفس العمليه. فاتحدى. فالاستيراد حاليا واقف، وما كل واحد يطلع يتفزلك ويحكي هذا الحكي.